بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وخليني أبدأ بسؤال بسيط: هو احنا فعلا بنحب اللي بنعمله، ولا بنحب الإحساس السريع اللي بيعدي ويسيبنا فاضيين أكتر من الأول؟ ليه بنجري ورا الحاجة اللي تبسطنا 5 دقايق ونكسل نقرب من الحاجة اللي تريحنا عمر؟ ليه بنختار المتعة اللي تلهي ونسيب المتعة اللي تشفي؟ وخلينا نكون صراحة، احنا مش بننسى المتعة العميقة بالصدفة، احنا بنتهرب منها. خلينا نبدأ نعرف الفرق بين المتعة السطحية والمتعة العميقة. المتعة السطحية سريعة وسهلة ومتاحة في أي وقت، زي أكل زيادة أو علاقة من غير روح أو ضحكة من غير معنى أو حاجة تدور الإحساس شوية. لكن المتعة العميقة بتكون عايزة حضور وعايزة شجاعة وعايزة إنك تبقى موجود بجد. المتعة السطحية ما بتسألكش انت حاسس بإيه، لكن المتعة العميقة أول سؤال بتسأله: انت عامل إيه من جواك؟ وعشان كده بنهرب. ليه عقلنا بيحب السهل؟ عقلنا متبرمج على المكافأة السريعة. الدوبامين بيحب الحاجة اللي تيجي فورا، إنما السلام والرضا والمعنى دول بتيجي ببطء والثمن. المتعة السطحية مش بتطلب منك تواجه نفسك، لكن المتعة العميقة بتقولك اقعد واسمع وحس ومن غير ما تجري، واحنا تعودنا نجري. طيب ليه القعدة الهادية بتخوف ناس كتير؟ وليه في ناس ما بتستحملش الصمت؟ وليه في ناس لازم دايما يكون في صوت وحركة وناس ودوشة؟ عشان أول ما الدوشة ما بتسكت، الصوت اللي جوه بيطلع، والصوت ده ممكن يقول: أنا تعبان، أنا وحيد، أنا محتاج، أنا موجود. والناس مش متعودة تسمع الكلام ده، فأسهل حل نغطيه بحاجة سريعة. المتعة العميقة مش دايما بتكون مبهجة، لكن أحيانا بتبدأ بوجع وبدمعة وباعتراف. إنك تقعد مع نفسك بصدق، وإنك تختار علاقة حقيقية مش مسلية بس، وإنك تعمل حاجة بتحبها حتى لو مش بتديك تسقيف فوري. وده صعب عشان احنا تربينا ندور على الإحساس مش المعنى. المتعة السطحية مش مشكلة، المشكلة لما تبقى البديل الوحيد. لما نبقى جعانين حب فنشبع بإعجاب، ولما نكون جعانين احتواء فنشبع بكلام فاضي، ولما نكون جعانين أمان فنشبع بانشغال، والجوع الحقيقي لسه موجود. المتعة العميقة مش بتتصور ومش بتتحط في ستوري ومش دايما الناس بتشوفها، لكن هي بتكون لحظة رضا وانت لوحدك، حوار صادق، قاعدة من غير تزيين، عمل بتحبه حتى لو محدش شايفه. وعشان كده عالم بيجري ورا الصورة هيشوفها مملة. طيب نعمل ايه؟ مش مطلوب نمنع المتعة السطحية ولا نجلد نفسنا، لكن المطلوب بس نسأل: أنا بهرب ولا بستمتع؟ الحاجة دي بتزودني ولا بتسكتني؟ أنا بختارها عشان سهلة ولا علشان صح؟ المتعة العميقة ما بتجيش فجأة، بتيجي لما ندي نفسنا إذن إننا نحس ونتعب شوية ونستنى. في النهاية يمكن مشكلتنا مش إننا بنحب المتعة السطحية، لكن مشكلتنا إننا نسينا نستاهل العميقة. نسينا إننا نستاهل سلام مش بس ضحك، بنستاهل عمق مش بس حركة، نستاهل حياة نحسها مش بس نعدي فيها. لو الحلقة دي لمستك مش مطلوب تعمل حاجة كبيرة، بس المرة الجاية اللي تمد ايدك لحاجة تبهيك اسأل نفسك بهدوء: هو ده اللي محتاجه ولا ده اللي بهرب بيه؟ ودي كانت قعدة روقان، ومش كل متعة بتريح ولا كل عمق بيوجع،
بس اللي بيدوم دايما ما كانش سطحي.